السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل كيكة باليوستفندي بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. بجد هتعجبكم طعمها وريحتها يعني، وانا بس بجهزها كده الريحة بجد كانت حلوة جدا جدا. امال بقى لما دخلت الفرن وطلعت طعمها وريحتها مش قادرة اقول لكم كانت عاملة ازاي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. تعالوا هنشوف طريقتنا النهاردة فيها، وهنشوف انا عملتها ازاي. ومقادير بسيطة جدًا، جدًا، وإن شاء الله تعجبكم. تعالوا نبتدي الأول كده نصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله ونبتدي. هاقول لكم كده المقادير وأنا شغالة، وهاسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، تمام. أول حاجة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كده هنضيفها في الخلاط. أنا جبت 2 حبّايتين من الاستفندي، تمام، واحدتين. غسلتهم طبعًا كويس غسلتهم كويس، عشان طبعًا أنا محتاجة القشر، وقشرتهم وخدت القشر بتاعهم وقسمت الاستفندية كده من النُص، شِلت منها البذر كلّه. ودلوقتي هاضربهم في الخلاط. هاضربهم بإيه؟ مش بمَيّة. أنا عندي هنا كان عندي فيه كوباية لبن رايب كده في التلاجة، فقُلت أستعملها أعمل بيها كيكة. فهنضيف الاتنين استفندي بالقشر بتاعهم، وهنشيل البذر منهم، وهاضربهم مع كوباية لبن رايب في الخلاط. ما فيش عندِك لبن رايب، طبعًا ما فيش مشكلة خالص، خالص. هنضيف بدل اللبن الرايب هنضيف كوباية حليب، كوباية حليب عادية خالص، تمام. طبعًا البيض بدرجة حرارة المطبخ والحليب وكل حاجة، تمام. ضربتهم بقى كده كويس جدًا، جدًا، وبعد كده هاصفّيهم بالمصفى. المصفى أنا كنت بس بانخل بيها الدقيق كده. هاصفّي بقى على طول. طب ينفع يا مسامة نضيف الخليط دوّة من غير ما نصفّيه؟ لأ طبعًا، مش هينفع خالص، لإن شايفين طالع منه تفل الاستفندي والقشر كتير، فمش هينفع نضيفه كده على الكيك، فهيضايقِك كتير وأنتِ بتاكلي منها، تمام كده. طبعًا مش هاغسل شفشق الخلاط، لإني أنا ضاربة استفندي وحليب فيه، فما فيش مشكلة خالص. هاضيف فيه بقى 3 بيضات، من 3 ل4 بيضات. البيض اللي معايا كان حجمه حلو، فضِفت 3. لو رفيّع شوية هتضيفي 4 بيضات. وبعدين هاضيف عليهم كوباية وربع سكر، وهاضربهم كويس جدًا وهاضيف عليهم دلوقتي الفانيليا اللي كنت نسيت أضيف الفانيليا، هاضيفها دلوقتي. وهاضربهم كويس جدًا، جدًا، لغاية ما لون البيض مع السكر يبقى لونه فاتح، أبيض فاتح كده، تمام. يا رب تكونوا فاهمينّي وأنا باشرح لكم. وقولوا لي طريقتي في الشرح معاكم كويسة، يعني فاهمين منّي وكلام من ده. وما أكونش باتكلم كتير وباضايقكم وكده. فأنا باحاول بس أشرح لكم الحاجة اللي أنا باعملها علشان تضبط إن شاء الله معاكم، وربنا يحسن ما بين إيديكم جميعًا يا رب. ضربتهم بقى كويس جدًا، جدًا، البيض مع السكر، ال3 بيضات مع كوباية وربع سكر، وضِفت عليهم الفانيليا وضربتهم كويس جدًا، جدًا، تمام كده. هاضيف عليهم بقى كوباية إلا ربع من الزيت. طبعًا المقادير بتاعتي هنعاير بيها بنفس الكوباية اللي بنعاير بيها كل حاجة، تمام، يعني نفس مقاس الكوباية. هاضرب الزيت بقى دلوقتي كده مع الاستوفان اللي كنا ضاربينه في أول الفيديو مع الحليب، فاهمينّي؟ هنضيف بقى الزيت وهنضيف الخليط دوّة وهنضربهم كويس جدًا مع بعض، بس كده. هاجيب بقى كده الدقيق دُولة 3 كوبايات دقيق، طبعًا بنفس برضه معيار الكوباية اللي إحنا عايرنا بيها الزيت وعايرنا بيها اللبن وعايرنا بيها الزيت وكل حاجة. دول 3 كوبايات دقيق. هاضيف عليهم ظرف كده من البيكنج باودر، وضِفت كمان رشة ملح. هاقلّبهم بقى كده كويس مع بعض. لو أنتِ حابة إن أنتِ تستغني خالص عن الحليب، يبقى هتضربي استوفندي بقشره في الخلاط من غير طبعًا أي حاجة، مش عايزين نضيف مَيّة. لغاية ما يطلّع معاكِ كوباية وربع من السوايل بتاعة الأستوفان دي، تمام. بس. لكن بصراحة هي كانت كده بالمقادير اللي أنا عاملاها ديّة، وبكوباية اللبن الرايب، بجد كانت تحفة جدًا، جدًا، وإن جرّبتوها بجد هتعجبكم جدًا، جدًا.
ما شاء الله عجبت ولادي، يعني أنا ما لحقتش أصورها أصلًا، أصور الصينية بعد ما خلصتها من كتر حلاوتها. فهي إن شاء الله هتعجبكم. فخلاص كده أنا ضفت كده الخليط على الدقيق، المقادير كانت معايا كده مضبوطة، قلبتهم لغاية بس ما الدقيق كده يختفي، علشان مش عايزين نقلب كتير في الكيكة وكده. ومعايا الصينية دي صينية مقاس 30، حابة تعمليها صينية أكبر شوية ما فيش مشكلة، تصغريها شوية طبعًا براحتك. دهنتها دهنة بسيطة كده من الزيت وعفرتها بالدقيق، وهانزل كده بخليط الكيك معايا. طبعًا من قبل ما أصور خالص كلنا عارفين كده إن الفرن أنا ولعته يسخن، يعني من قبل ما أشغل أصلًا الكاميرا بتاعة التليفون وأنا مولعة الفرن يسخن. ننزل بقى خليط الكيك كده كله في الصينية. الخليط معايا كان مضبوط، شايفين يعني حلو جدًا، لا خفيف ولا تقيل، كان مضبوط جدًا. هاخبط بس كده الصينية خبطتين كده على الرخامة، وخلاص دلوقتي أنا هادخلها الفرن على درجة حرارة 180 على شبكة الفرن، وهاهدي الفرن طبعًا. ما تعليش الفرن، لو أنت ما فيش عندك تايمر خلي النار هادية شوية علشان الكيكة تستوي من جوه وتاخد لون حلو، ما تاخدش لون من فوق ومن تحت وتبقى من جوه طرية. لأ خلّي لو أنت ما فيش عندك تايمر في البوتاجاز، في فرن البوتاجاز، هدّي النار واقفلي عليها، ما تفتحيش عليها من قبل من نُص ساعة. تمام كده، هي بعد ما طلعت من الفرن وسِبتها هدت بس شوية، شايفين واخدة لون حلو جدًا، جدًا، و مستوية من جوّه وواخدة لون من الأرضية حلو جدًا، وهنقطّعها دلوقتي مع بعض وهنشوفها. بُصّوا بقى، أنا مش قادرة أقول الريحة بتاعتها كانت عاملة إزاي، أحسن من كيكة البرتقال كمان. جرّبوها وهاستنى إن شاء الله رأيكم في التعليقات، واللي يجرّب وصفة من وصفاتي ممكن ينزّلها على الجروب بتاعي ما فيش مشكلة خالص، أو على صفحتي وتنوّروني إن شاء الله. هنطلّع بس قطعة كده عشان نشوفها. شايفين بقى الكيكة طرية جدًا، هشة جدًا، جدًا. شايفين عاملة إزاي، ما شاء الله، ما شاء الله. جرّبوها إن شاء الله تعجبكم. ودي كانت وصفتي معاكم النهارده. كيكة اليوسفي بجد حلوة جدًا، جدًا. يا ريت بقى تعملوا لايك للفيديو عشان بس الفيديوهات بتاعتي تترفع شوية. واشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، مع السلامة.